كل واحد فينا بيبقى عايز اداء احترافي لجهازه، وعشان كده اغلبنا بيدور على طريقه الوصول للاداء العالي ده. ولما تيجي تدور ساعات بتحتاج تشوف فيديوهات كتير عشان تعرف توصل للاداء اللي انت عايزه. لحسن حظك انا النهارده مجمع لك كل الحاجات اللي محتاج تعملها ديت في فيديو واحد بس، فيلا بينا. اول حاجه تعملها انك تمسح الفايلات اللي مالهاش لازمه عندك في الجهاز، سواء فايلات خاصه بيك انت، حاجات انت نزلتها مش محتاجها دلوقتي، فيا اما تمسحها يا اما تخزنها في حته مختلفه، تمام؟ او ممكن تعمل لها كمان كومبرس او تضغط الفايلات عشان مساحتها تقل شويه. طالما انت مش محتاجها دلوقتي ممكن تحتاجها بعدين، ولما تحتاجها تفك الضغط، وموضوع بسيط يعني ما فيهوش اي مشاكل. ممكن تعمله ببرنامج 7-zip، وهسيب لكم شرح للبرنامج في الديسكربشن تحت. بعد كده هنبدا نمسح الفايلات اللي ملهاش لازمه عندنا في الجهاز. هنبدا اول حاجه ندوس ويندوز وار ونكتب temp. هنمسح كل الفايلات اللي جوه. لو طلعت لكم الرساله دي عادي مفيش مشكله، هتدوس do this for all current items وبعدين skip. لو لقيت برضو مشكله في دي ساعتها تعمل cancel. بعد كده هندوس ويندوز وار تاني، نكتب المره دي temp، ولكن في اول الكلمه واخر الكلمه تحط علامه البرسنتج. هتفتح الفولدر ده وتشيل كل اللي فيه. نفس الكلام لو طلع الرساله ديت هتدوس do this for all current items وبعدين skip. نفس الكلام هنا cancel. كده خلاص الحاجات دي فضلت موجوده وباقي الفايلات اتمسحت. واخر فولدر معنا هو prefetch، نشيل كل اللي فيه. وبعد كده نفضي الريسايكل بين. بعد كده المفروض نمسح بقى البرامج اللي احنا مش محتاجينها. كنت عملت فيديو قبل كده عن نفس الموضوع وقلت فيه ان انتوا تمسحوا البرامج من سيتنجز الويندوز نفسه، بس المره دي هنعمل حاجه مختلفه، وهي ان احنا هنمسح من برنامج تاني اسمه ريفيو اون انستولر. البرنامج ده بيديك اوبشن انك ممكن تمسح اي ابلكيشن على جهازك، حرفيا اي ابلكيشن، حتى كمان ابلكيشنات الويندوز. يعني لما تيجي تبص هنا هتلاقي ابلكيشنز الويندوز، كالكوليتر، كلوك، كورتانا، الحاجات الكتير اللي في الجهاز، تشوف منها اللي انت مش محتاجه وتمسحه. بس خد بالك البرنامج ده ممكن يمسح اي ابلكيشن عندك، وممكن يمسح لك اي حاجه، فضروري جدا تاخد بالك انت تمسح ايه وتتاكد 100% قبل ما تمسح. هسيب لكم اللينك بتاع البرنامج ده في الديسكربشن عشان تنزلوه. ملحوظه مهمه وانتوا بتنزلوا البرنامج تاكدوا ان انتوا بتنزلوا البورتبل فيرجن. طب ايه هو البورتبل فيرجن اصلا؟ ده المفروض نسخه من الابلكيشن بتشتغل من غير ما تسطب اي حاجه على جهازك، يعني مفيش اي سيت اب، مفيش اي حاجه، الفايل بتنزله والبرنامج بيشتغل على طول. طب وده هيفيد في ايه؟ ده هيفيد في ان الجهاز بتاعك ما يتقلش، ما تفضلش تسطب عليه حاجات كتير. ملحوظه تانية مهمه وهي اوعى تخلي الدرايف بتاعك يبقى لونه احمر، بالذات لو SSD، لان ال SSD طول ما هو احمر طول ما ده هيأثر من عمر ال SSD، وهيأثر كمان في السرعه بتاعته. فالاحسن ان انت تفضي ال SSD بتاعك او تفضي الدرايف بتاعك عامه بحيث يعيش معاك اكتر وما يبوظش. وبالنسبه للدرايفز عندنا حاجه تانية وهي اسمها ديفراجمنتيشن. ايه الديفراجمنتيشن ده؟ الديفراجمنتيشن او الاوبتمايزيشن ده المفروض بينظم لك الداتا اللي جوه الدرايف بتاعك، لان هي كل فتره الفايلات اللي فيها بتتغير وانت بتحط فايلات جديده، فبالتالي انت عايز تعيد تنظيم الداتا اللي موجوده جوه الدرايف عشان يبقى جهاز اسرع. هنعمل ده في ابلكيشن اسمه defragment and optimize drives اهو. هتختار الدرايف اللي انت عايزه وبعدين تعمل له اوبتمايز، كده انت نظمت الدرايف بتاعك ومش هيبقى فيه اي مشاكل. بعد كده هنخش على قسم تاني هو system properties. هنفتحها ازاي؟ هنكتب في السيرش sysdm.cpl، هنروح على advanced settings. هنا هنعمل حاجتين. اول حاجه visual effects، تختاروا best performance لو انتوا جهازكم ضعيف. لو جهازكم كويس مش هتفرق خالص موضوع الابيرنس دي، التاثير على الاداء هيبقى بسيط جدا، فبالتالي لو انت جهازك كويس مش مشكله ما تعملش الموضوع ده. لكن زي ما قلت لو جهازك ضعيف الاحسن ان انت تخليها adjust for best performance. تاني حاجه هنعملها ان احنا نروح على advanced، هتلاقي كلمه processor scheduling وتختار تحتها programs. ليه بنختار programs؟ نختار programs عشان يخلي البروسيسور يركز اكتر على البرامج اللي انت بتفتحها ويبعد عن البرامج اللي في الخلفيه. بس يبعد دي مش معناه انها يتجاهلها خالص، لا هو بس بيدي priority او اولويه للبروجرامز او البرامج اللي انت فاتحها. بعد كده هنخش على settings بتاعت الويندوز وهنعدل شويه حاجات. نمشي واحده واحده. اول حاجه نروح على system وبعدين display، ننزل تحت هنلاقي advanced display. تتاكد ان الريفرش ريت بتاعك معمول على اعلى حاجه عندك في الجهاز اللي هي 144 بالنسبه لي، والرقم ده بيبقى حسب شاشتك. ممكن في شاشات 240، ممكن في 300، لكن المنتشر اكتر في اغلب الشاشات العاديه يعني اللي هو 60 هرتز. فلو ده اعلى حاجه عندك اتاكد ان انت مختارها، ولو في اعلى اختار الاعلى. بعد كده هنرجع ورا خطوه، بعد كده ننزل تحت هنلاقي كلمه جرافيكس، هتبقى اسمها جرافيكس سيتنجز في ويندوز 10. هنلاقي كلمه دي change default graphics settings، هندوس عليها. نختار hardware accelerated GPU scheduling، دي تفتحها.
variable refresh rate تفتحه، optimizations for windows games تفتحها وتجرب تشوف هل الاداء احسن ولا لا. لو مش احسن يبقى تقفل الاوبشن ده، بس في الاغلب بيبقى احسن. وبالنسبه لويندوز 10 انت ممكن تدور بنفسك على كل سيتنج من دول موجود في انهي حته بالظبط في السيتنجز وتجيبها، وبعد كده تبتدي تفعل الحاجات اللي انت محتاج تفعلها. بس خد بالك ان في بعض السيتنجز ممكن ما تلاقيهاش، فده عادي مفيش مشكله. هنرجع للجرافيكس تاني وبعدين نروح على الحته اللي تحت دي مهمه عشان احنا عايزين نضيف البرامج اللي احنا عايزين نخلي الاداء بتاعها اعلى. في العادي الويندوز اوريدي بيختار لكم كارت الشاشه المناسب لكل برنامج. ده لو انت عندك كارت شاشه خارجي، طبعا لو انت ما عندكش كارت شاشه خارجي فالكلام ده مش هيفرق معاك خالص. ولكن لو عندك كارت خارجي يبقى اتاكد ان الويندوز فعلا بيستخدم الكارت الشاشه الخارجي في الابلكيشنز اللي محتاجه كارت الشاشه عالي، يعني زي مثلا العاب، زي مثلا برامج الفوتوشوب، بريمير، اي حاجه فيها شغل تقيل في الجرافيكس تتاكد ان الويندوز مختار الهاي بيرفورمانس. طب فنفترض مثلا ان الابلكيشن ده مش لاقيه تحت، فهندوس على براوز وهنلاقي مثلا الابلكيشن، مثلا هختار جي فورس اكسبيرينس مثلا هختاره، وهندوس اد. طبعا هو قال لي specified app was already added، يبقى هو كده موجود اساسا اهو جي فورس اكسبيرينس. هو معمول هنا على باور سيفنج عشان انا مش محتاج ان هو يشغل كارت الشاشه الخارجي، تمام. لكن في العاب مثلا بتنزل انا محتاج ان كارت الشاشه الخارجي هو اللي يكون شغال، فبالتالي انا بختار ان هو يكون هاي بيرفورمانس. كده خلصنا الديسبلاي كله، خلاص نرجع على سيستم. هنلاقي كلمه نوتيفيكيشنز دي هتقفلها لو انت مش بتستعمل نوتيفيكيشنز او مش محتاجها عامه، فدي تقفلها. لكن لو انت بتستعمل نوتيفيكيشنز وبتحتاجها عامه في شغل او في حاجه فتفتحها. طبعا التاثير على الاداء مش هيبقى كبير، ولكن هي بتاثر شويه. كده خلصنا السيستم كله، نروح على ابس. هتلاقي تحت كلمه ستارت اب ابس هي الابلكيشنز اللي بتشتغل اول ما تفتح الجهاز. فانت تبص بنفسك على الليسته دي وتشوف ايه اللي انت محتاجه يكون مفتوح مع الجهاز وايه اللي مش محتاجه، واللي مش محتاجه تقفله عشان ممكن ياثر على الاداء بعد كده. بعد كده هنروح على جيمنج، هنلاقي جيم بار هنا وهيبقى اسمها في ويندوز 10 اكس بوكس جيم بار. هتقفلها ان ملهاش اي لازمه خالص، هي تبقى حاجه زياده كده موجوده وفي الاغلب مش بنعوزها في حاجه. هنرجع لجيمنج تاني ونروح على جيم مود. بتفرق من جهاز للتاني، في اجهزه بتنفع معاها جيم مود وفي اجهزه ما بتنفعش معاها. فلو انت شغلت جيم مود ولقيت ان الاداء احسن يبقى سيبه مفتوح، لو لقيت الاداء اسوأ فتقفله. بعد كده نروح على برايفسي اند سكيورتي. هنقفل هنا في جنرال، هنقفل الحاجات دي. انت ممكن تقفل كمان الحته ديت ولكن انا سايبها عشان بحتاجها. بكل بساطه هي دي بتتراك انت بتفتح برامج ايه، وعلى اساسها بتخليها تظهر الاول في السيرش. انا ساعات بحتاج دي، لو انت مش محتاجها تقفلها. بعد كده نروح على سبيتش، هنقفل اونلاين سبيتش ريكوجنيشن ونروح على انكينج اند تايبنج بيرسوناليزيشن، هنقفل دي كمان. diagnostics and feedback هنقفلها برضو، كل الحاجات دي تبقى اوف. activity history تبقى اوف برضو. وتحت هنلاقي لوكيشن، دي في الاغلب مش بنستعملها، ولكن لو انت حابب تستعمل اللوكيشن فسيبه مفتوح، لكن في العموم تقفله. اخر حاجه بقى نروح على ويندوز ابديت، تتاكد ان كل الابديتس معموله لجهازك وتفضل تشيك كل شويه عشان الابديتس بتفرق ساعات في الاداء، فضروري جدا اول باول تعمل الابديتس. بعد كده هنروح على حاجه اسمها باور اوبشنز، هنفتح منها هاي بيرفورمانس مود اللي هو بيخلي الاداء اعلى. فهنكتب في السيرش هنا كده باور بلان، هنلاقي كلمه تشوز باور بلان. لو انت شغال بلابتوب ومحتاج البطاريه عندك توصل لاعلى عدد ساعات ممكن، يبقى تخليك على بالانسد ومالكش دعوه باي حاجه. لكن لو انت موصله بالكهرباء فبالتالي انت مش محتاج البالانسد في اي حاجه، البطاريه كده كده بتتشحن عامه. فهنفتح هاي بيرفورمانس مود. طبعا ممكن ساعات تلاقي الهاي بيرفورمانس مود مش موجود، وده لسببين: يا اما هي مقفوله عندك، يا اما اوريدي جهازك فيه مودز مخصوص للجهاز بتاعك ومنهم البرفورمانس مود. يعني مثلا انا عندي في اللابتوب بتاعي اللي هو اسوس، لو جيت اغير المود هتلاقي برفورمانس وهتلاقي توربو، هنلاقي سايلنت، تمام. دي كلها مودز موجوده في اسوس، هم عاملينها بنفسهم وبتتكريت اوتوماتيك في الباور اوبشنز وبتشيل اي حاجه تانية موجوده. طب لو انت ما عندكش الحاجات دي وعندك بالانس بس، يبقى ساعتها هنعمل امر صغير كده عشان نظهر الهاي برفورمانس. هنكتب في السيرش CMD ونعمل run as administrator، هتعمل كوبي بيست للامر ده، هسيبه لك في الديسكربشن، تمام. اول ما تشغله هتلاقي ان هاي برفورمانس ظهرت اهي، تمام. بس زي ما قلت لو انت جهازك اوريدي فيه باور بلانز مخصوص الجهاز عاملها، فالهاي برفورمانس ده هيختفي اساسا اول ما تغيره. يعني مثلا لو انا غيرت دلوقتي كده اهو اختفى، مش موجود اول ما غيرته. فبالتالي الموضوع معتمد على حسب الجهاز اللي معاك. بعد كده عندنا تحديث للدرايفرز اللي هي الحاجات الاساسيه اللي بتنزل على الجهاز عشان قطع الجهاز تكون شغاله كويس. بالنسبه للناس اللي عندها بروسيسور او كارت شاشه AMD، هتفتح موقع السبورت بتاعهم، هسيبه لك في الديسكربشن. لو انت عندك ويندوز هتنزل الفايل ده، ولو عندك لينكس هتنزل الفايل ده. الفايل اللي بينزل ده بيبدا يديتكت القطع اللي عندك اللي محتاجه
يتعمل لها ابديت، وبيجيب لك الدرايفرز المخصوص ليها. ممكن كمان ينزل لك السوفت وير بتاعهم، وده برضه هيساعدك ان انت تنزل الدرايفرز دي. كده واجهه سوفت وير AMD. لو انت عندك ابديت جاهز اوريدي المفروض يتعمل، هتلاقيه موجود فوق على اليمين. طب لو مش موجود هتروح على سيتنجز، وهتلاقي هنا الابديت موجود، فهتنزله وبعد كده تعمله انستول. وخد بالك اثناء ما الدرايفر بيتعمل له ابديت احتمال الشاشه تفصل، لان هو بيابديت كارت الشاشه الداخلي اللي هو الشاشه بتشتغل بيه في العادي. تمام. بعد كده هنخش على الناس اللي عندها كروت شاشه انفيديا، هتنزل حاجه اسمها جي فورس اكسبيرينس. ده بيساعدك انك تقدر تابديت الدرايفرز بتاعتك، وكمان توبتمايز الالعاب بتاعتك انها توصل لاعلى اداء. بس مش دايما بينفع، يعني ساعات بيستعبط، ولكن في الاغلب بينفع. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ دي كده واجهه جي فورس اكسبيرينس. اول ما تفتحه، لما تفتحه اول مره هيطلب منك انك تسجل باكونت جديد، او لو عندك اكونت تسجله. بعد كده هتروح على درايفرز، هتلاقي ان بيجي لك الابديتس هنا، وتبتدي تحملها وتعمل لها انستول. وانت بتابديت كارت الشاشه هتلاقي الجهاز بيعلق معاك، فضروري جدا تقفل اي برنامج او اي حاجه في الخلفيه عشان ما تحصلش مشاكل وانت بتعمل ابديت. في اوبشن تاني للابديتس انفيديا، وهو انفيديا اب اللي هم لسه منزلينه قريب. ده لسه في نسخه البيتا مش النسخه الكامله، فلو انت حابب تجربه براحتك مفيش مشكله. هسيب لك شرح برضو لكل حاجه ليه في الديسكربشن. واخر حاجه الناس اللي عندها بروسيسور انتل هتنزل حاجه اسمها انتل درايفر اند سبورت اسيستنت، هسيب لك اللينك في الديسكربشن. ده بيديتكت البروسيسور اللي عندك وبيديك على اساسه الدرايفر المناسب ليه. بعد كده هنخش على حاجه بسيطه جدا، وهي انك تمسح اي انتي فيروس مجاني عندك. اغلب اللابتوبات اللي بتنزل جديد بيبقى معاها انتي فيروس جاهز، وبيديك ترايل 30 يوم في الاغلب. فلو ال 30 يوم خلصوا امسحه، مش هتحتاجه في اي حاجه ومش هيفرق معاك اصلا. بالعكس، ده الانتي فيروس بتاع ويندوز اللي هو الويندوز ديفندر احسن بكتير من اي انتي فيروس مجاني. لكن لو انت شاري انتي فيروس يبقى ما تمسحوش، لا خليك مكمل فيه. كنت اتكلمت في موضوع الانتي فيروس ده في الفيديو اللي فات. بعد كده عندنا سيتنجز الناس اللي عندها كروت شاشه انفيديا او كروت شاشه AMD، كل واحد ليه السوفت وير بتاعه. هنعمل رايت كليك في الديسكتوب وندوس شو مور اوبشنز. لو انت ويندوز 10 هيظهر كده على طول الشاشه ديت. تمام. هتدوس على انفيديا كنترول بانل، هيفتح لك الشاشه دي. طبعا لو انت عندك كمبيوتر هيفتح لك حاجات كتير جدا، بس الاهم حاجه فيهم دلوقتي وهي مانج 3D settings. لو حابين ممكن تعملوا كوبي للسيتنجز ديت. تمام. بعد كده نروح على اعدادات AMD، هنروح على جيمنج، وبعدين نروح على جرافيكس. ممكن تبتدي تعملوا كوبي للسيتنجز ديت وتعملوها هي بالظبط. بعد ما تخلص كل الكلام ده تعمل ريستارت للجهاز، وتفتح بعد كده التاسك مانجر عشان تشوف ايه الابلكيشنز اللي بتفتح ومش محتاجها. فانت لو لقيت حاجه مش محتاجها تدوس عليها، وبعدين تروح تدوس اند تاسك، هيقفل لك البرنامج على طول من غير اي مشاكل. بعد كده هنروح على ويندوز سيرفيسز، هنقفل بعض السيرفيسز اللي مش محتاجينها على الجهاز. كمثال بس انك ازاي تقفل سيرفيس معينه، هنعمل رايت كليك عليها وبعدين تدوس بروبرتيز. لو مفتوحه تعمل لها ستوب، وبعدين تعمل لها ديسيبل هنا وتعمل ابلاي وتقفل وتدوس اوكي. لو انت وصلت للحته دي من الفيديو فاحب اشكرك جدا 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 على متابعتك، وعشان كملت الفيديو لحد هنا هديك هديه حلوه من عندي كده بقى. بعض الفيروسات او بعض الهاكات ممكن تستخدم ابلكيشن عندك في الويندوز اسمه باور شيل. ده بيتكتب عنده اوامر وتشتغل ويعدل حاجات في الجهاز. طبعا انت مش عايز الهاكر او الشخص اللي منزل لك الفيروس يلعب في الجهاز ويعمل فيه اللي هو عايزه. هنوقف ده ازاي؟ هنعمل لك كذا طريقه. اول حاجه هنقفل نسخه باور شيل 2.0، هنروح على السيرش ونكتب turn windows features on or off اهو. تمام. اول ما يتفتح هندور على ويندوز باور شيل 2 اهو، انا قافله اساسا، تتاكد ان هو مقفول وبعدين تدوس اوكي. بعد كده هنعمل حاجه تخلي الويندوز يقفل ان في اي امر غريب يتفعل لوحده. بس خد بالك ان ده بيقفل الاوامر مش هيقفل فايلات السكريبت اللي هو فيها كذا امر ورا بعض. بس في حاجه تانية هنعملها هتساعد في ده، بس خلينا بس الاول نشوف ازاي نقفل الاوامر اللي لوحدها ديت. هنكتب في السيرش environment variables اهي، هتلاقي هنا هتلاقي تحت مكتوب environment variables. هندوس على نيو هنا، هنكتب هنا underscore ps lock down policy. تمام. وهتكتب هنا في الفاريبل فاليو 4 وتدوس اوكي وهيتضاف عندك. طبعا انا ضايفها اصلا فمش هضيفها تاني، موجوده اهي. ده مش هيخلي اي امر غريب يشتغل لوحده. لو انت بتستعمل سكريبتس او اوامر في باور شيل عامه فما انصحش ان انت تعمل الخطوات اللي انا بعملها ديت. نروح على الخطوه اللي بعد كده، وهي ان احنا نقفل ان اي سكريبت يتفتح. الموضوع هيختلف حسب نسخه الويندوز اللي عندك. لو انت عندك النسخه البرو ليك خطوات، ولو عندك النسخه الهوم ليك خطوات تانية. هتكتب في السيرش edit group policy، وبعدين تروح على administrative templates وتدوس على windows components وتدور على windows powershell، هتدوس عليه وبعدين تروح على turn on script execution تخليها disabled. انما لو انت عندك نسخه الهوم زي حالاتي كده فانت هتنزل application اسمه policy plus، هسيبهولك في الديسكربشن. فهفتحه دلوقتي policy plus اهو. اول ما يفتح هيظهر واجهه مشابهه للواجهه اللي فاتت. تمام. هندوس بقى windows components وبعدين ننزل تحت ندور على windows powershell اهو.
هنلاقي برضو كلمة turn on script execution. هنعمل رايت كليك هنا edit ونختار disabled وبعدين apply وندوس OK. اخر حاجة خالص بقى وهي ان لو جهازك بعد كل اللي عملته دوت برضو الاداء فيه زي الزفت، فبالتالي عندك حل اخير وهو انك تحمل نسخة ويندوز معدلة اللي هي بيتمسح من عليها حاجات مالهاش لازمة كتير، فبالتالي دي بتساعد ان اداء جهازك يكون احسن. هسيب لك فيديو في الديسكريبشن تبص عليه وتشوف تفاصيل الموضوع ده وتعرف ازاي تعمله. في اختراق خطير جدا ظهر الفترة اللي فاتت، فلو انت عايز تعرف ازاي تمنعه شوف الفيديو ده، ولو عايز تتعلم اكتر عن قطع جهازك شوف الفيديو التاني ده، واشوفكم في الفيديو الجاي.